قد رأينا ما رأينا، يعني طلعت لنا اللي طلبناه، وأنا أسألك أن تغرس قراوة رسول الله في هذا الحجر الصفا، وتسأل الله أن ينبت فيها، وهو لا يريد بذلك إلا أن يرى أصحابه فضل المهدي إليه التسليم عليه الصلاة والسلام. المهدي الحسين الآن طلب جديد، قال له اغرس العصا في الأرض، أرض صخر، مجرد عبارة عن صخر، اغرسها بالأرض وانبت لنا نبتة عملاقة كبيرة حتى نتأكد أنه أنت تستطيع أن تفعل المعجزة بنفس اللحظة بما نريد. الإمام الصادق يقول هو الحسين لا يريد بذلك إلا أن ينظر أصحابه، منه أصحاب مصحف عثمان كما قال السيد، القرآن ما محرف، هذول كارد، هذول دق قنادر راح تجي على رؤوسهم. قال فينبت المهدي عليه السلام في الصخر عصا رسول الله وتورق حتى تظل عسكر المهدي والحسين، فيقول الحسين الله أكبر، مد يدك يا ابن رسول الله حتى أبايعك. قال فيمد يده فيبايعه إلا 4000 ممن كانوا يحملون سفر. خليني أقول لك من هو اللي ينصر الإمام. أكو قضية مهمة جدا حتى ما أطيل عليكم. الإمام إذا ظهر سلام الله عليه، من هو اللي يحدد أن هذا الإمام أو مو إمام؟ المرجع؟ الخيس بمكانه قاعد؟ مو المرجع، أنا وأنت لا. أن الإمام سلام الله عليه عند ظهوره يجب أن يشهد عليه معصوما آخر بأن هذا هو الإمام. اسمع الحديث في مختصر بصائر الدرجات الطبعة الأولى 192. قال المفضل لعنة الله على كل من ضعف المفضل. أي والله. يأتي الحسين سلام الله عليه، يجي على الإمام الحجة، الإمام يجي، اسمع، يقول فيصيح بصوت له يا آل محمد أجيبوا الملهوف والمنادي. أنا جاي أختصر وقفة، الموضوع طويل، أريد أختم أراويك موضوع الشاهد. هذا الإمام سلام الله عليه فيهم وجهه كدائرة القمر، أريد أوصلك موضوع شاهد. ثم يسير بتلك الرايات كلها حتى يرد الكوفة وقد جمع بها أكثر أهلها فيجعلها لهم معقلا، ثم يتصل به خبر المهدي عليه السلام فيقولون له هذا منه على الحسين يا ابن رسول الله، من هذا الذي نزل بساحتنا؟ فيقول الحسين عليه السلام اخرجوا بنا إليه حتى تنتظروا من هو وما يريده، وهو يعلم والله أنه المهدي. الحسين يريد يلقي الحج عليهم، الحسين يريد يلقي الحج عليهم، يقول من هو وما يريد وهو يعلم والله إنه المهدي وإنه لا يعرفه وإنه لم يرد بذلك الأمر إلا الله. فيخرج الحسين عليه السلام وبين يديه 4000 رجل في أعناقهم المصاحف وعليهم المسوح مقلدين، إلى أن يقول حتى ينزل بقرب المهدي. هذا موضع شاهدي. فيقول سائلوا عن هذا الرجل من هو وماذا يريد. فيخرج بعض أصحاب الحسين عليه السلام إلى عسكر المهدي عليه السلام فيقول أيها العسكر الجاهل من أنتم؟ حياكم الله، ومن صاحبكم هذا وماذا يريد؟ فيقول أصحاب المهدي سلام الله عليه هذا مهدي آل محمد عليهم السلام، ضعوا ونحن أنصاره من الجن والإنس والملائكة ولا بشر ويا الإمام. الحديث يقول أن المراجع يتأولون على الإمام. تدري شنو؟ شلون يجي هسه البعض لابس لنعال لاستيك يطق ابن عاله بالأصبع ودشداشه مشققه، يحتاج علي بكفريات. نفس الشيء يسوون ويا الإمام، بدشداشه ونعاله بالأصبع. المراجع يتأولون على الإمام، فالإمام ما يشتريهم بقندرة، بيطلع برجالات جاب القاوة جابرسه، ولا على البشر ما يعتمد. عالم العصمة عالم خطير. والحسين يشهد له بأنه ابن رسول الله، يقول له وين الدرع؟ وين الكتاب المحرف؟ لك يسأل على التحريف، دليل على ظهور المهدي سلام الله عليه، دليل على ظهوره القرآن محرف. مرجعك يموت وفارش دبر على القاع، لا القرآن ما محرف. شلون يزعلون عليه أبو بكر وعمر؟ شلون يزعلون عليه أبو بكر وعمر؟ هذا ينصر الإمام الخيس هذا؟ اسمع شو يقول. إلى أن يقول فأينه راوت جدي. الحسين يسأل المهدي وهو يعرف أنه المهدي بس يريد يسمع الناس. فأينه راوت جدي رسول الله وخاتمه وبردته ودرعه الفاضل وعمامته السحاب وفرسه، إلى أن يقول ونجيبه البراق وتاجه باوع والمصحف الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بغير تغيير ولا تبديل. وين القرآن اللي المحرف غير محرف؟ وينه؟ طلع. فيشهدون له بأنه صاحب الأمر عليه السلام. فالمعصوم يشهد للمعصوم بأنه صاحب الأمر، مو الخايسين. القرآن ما محرف، خلينا نجتهد احنا. لذلك أنا ما أريد أستمر، والله اللي يرجعني ضلال الناس، ما أريد أستمر. واصل الحقيقة الوضعية كلها والقندر حشاكم، ما يفيد والله ما يفيد. كل هذا هيج باكر عقبة كلها نحرقها، ما يفيد. الوحيد اللي دا أقرر وأرجع من أنقهر على الناس في ضلال مبين، بس لا يحترق قلبي. على كل مهدي
يا مهدي يا أصل حي على خير العمل، يا أصل حي على خير العمل، يا مهدي يا مهدينا، يا مهدي يا مهدينا، يا بقية هاشم فيك الأمل، يا أصل حي على خير العمل، لا تردد تركع العزة وهبل، لبسات الذلة حسب مرضاتها، يا مهدي يا مهدينا، يا مهدي يا مهدينا، يا أصل حي على خير العمل، يا أصل حي على خير العمل، يا مهدينا يا مهدي يا مهدينا، شيعتك مثل الثعب جمرة النوح، ما حصل فيها اللي يعمر عمر نوح، دوم تنظرها لكن ما فيها روح، والأحياء السوات ويمواتها، يا مهدي يا مهدينا، يا مهدي يا مهدينا، يا أصل حي على خير العمل، يا أصل حي على خير العمل، يا مهدينا يا مهدي يا مهدينا، ما يحلشك والحبيب إلا الحبيب، وما حد يداوي العلل غير الطبيب، واهم القالب سهم يصي ويصيب، عدانا ترمي وما خطت رمياتها، يا مهدي يا مهدينا، يا مهدي يا مهدينا، يا حي على خير العمل، يا أصل حي على خير العمل، يا مهدي يا مهدينا، يا مهدي يا مهدينا، يا طبيب العلل علتنا النفاق، والفتن عدنا ألذ من كل مذاق، والشعار اللي نحمل الانشقاق، واللي تنكر تبقى هي وذاتها.